السلام عليكم. الفيديو ده عبارة عن مقارنة ما بين الأوبو A6 والسامسونج A07، والموبايلين يعتبروا من الفئة الاقتصادية، وهقول لك إمتى تشتري أي جهاز فيهم من الجهازين ومين هو الأقوى في الأداء الفعلي وليس الأرقام. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة أكيد اشتراكك دعم لينا، ويلا بينا. أولا التصميم، تصميم ال A07 الخامات من البلاستيك، ووزن الجهاز نفسه 184 جرام، وجاي بشهادة مقاومة لرذاذ الماء والغبار IP54. لكن التصميم في ال A07 بشكل النوتش والحواف دي بالنسبة ليا هو مش الأفضل كتصميم، لكن الأوبو A6X جاي بنفس الخامات اللي هي جاية من البلاستيك، بس بالنسبة ليا كشكل الثقب اللي في الشاشة والحواف اللي هي أفضل كشكل من السامسونج A07. ودي مقارنة، بمعنى إن أنا أمّا أقول على أي كلمة إن هي الأفضل، مش الأفضل في المطلق، هي الأفضل كجهازين قدّام بعض. والA6X جاي بشهادة IP64، ودي شهادة أعلى شوية، لكن ما فيهمش أي شهادة مقاومة للغمر في الماء. لكن وزن الأوبو A6X 210 جرام، وده تقيل بالنسبة لي في 2026. لكن بالنسبة ليّا ماسكة الأوبو أفضل، ودي حاجة أذواق بقى، وفي النهاية هاسيب لك أنت اختيار الشكل والتصميم. أمّا الشاشات اللي فيها فروق جامدة، يالّا أمّا نشوف إيه الفروق الجامدة اللي في الشاشات. أولًا شاشة الأوبو A6X بتيجي من نوع IPS LCD بحجم 6.75 إنش، وبجودة HD+ بمعدل بقى توزيع بكسلات 256 بكسل لكل إنش. لكن معدل التحديث هنا 120 هرتز، وبسطوع بيوصل معاك ل1125 نتس. وشاشة السامسونج A07 بقى خلّيني أقول لك على أبرز الفروقات. الA07 بتيجي من نوع BLS LCD، والنوع ده أفضل، أنت ممكن تشوف الاسم متشابه، لكن هو أعلى شوية من الIPS LCD. والشاشة بتيجي بحجم 6.7 إنش، وبالنسبة لي الفرق مش كبير في الحجم. والشاشة هنا بتيجي بنفس الدقة اللي هي HD+، لكن بمعدل توزيع بكسلات 262 بكسل لكل إنش. لكن هنا بقى معدل التحديث أقل من الأوبو A6X، وهنا بييجي 90 هرتز. خلاصة بقى الشاشات كشكل هاقول لك شاشة الأوبو، لكن كأعلى كأداء أعلى وجودة أعلى، لأ، هاقول لك شاشة السامسونج A07 هي جاية من النوع أعلى شوية من نوع الأوبو A6X. لكن النقطة اللي بيتفوق فيها الأوبو A6X وهي التردد ال120 هرتز. لكن ده هنيجي له في نقطة الأداء والمعالج، لإنه مش هيفرق معاك، لإن المعالج هيفرق معاك في الA07 كأداء. فبالنسبة لي ال120 هرتز في الشاشة. خلاصة الشاشة بقى هنا لأ، أقول لك لو أنت ما تفرقش معاك النوتش والحواف الكبيرة، يبقى شاشة السامسونج A07. لو أنت اهتمامك الأول في الموبايل هيكون الشاشة، يبقى أنا هارشّح لك الA07. أمّا بقى نقطة الأداء والمعالج، الأوبو A6X بييجي بمعالج من شركة كوالكوم، وهو سناب دراجون 685 بمعمارية 6 نانومتر، وبييجي بمعالج رسومي أدريانو 610، والمعالج ده نفسه موجود في هواتف أعلى من الفئة السعرية دي. وعندي فيديو هيظهر لك في اللي فوق باتكلم فيه عن أبرز الهواتف اللي نازلة بسناب دراجون 685. عامل لك مقارنة بين المعالج ال685 نازل في أي موبايلات، وموبايلات تعتبر غالية شوية، فأنت ممكن تشوف الفيديو وتستفاد وتجيب حاجة أقل من السعر. خلّينا نكمّل الA6X كمعالج هيدّيك أداء يومي وتصفح وسوشيال ميديا، هيأدّي معاك كويس جدًا في الفئة السعرية. لكن في الألعاب هو مش الأفضل، لإن السامسونج A07 بييجي بمعالج من شركة MediaTek، وهو الHelio G99، ونفس المعالج ده موجود في موبايل سامسونج A17 وA16، وبييجي هنا بمعمارية 6 نانومتر. المعالج ده نفس الشيء في الأداء اليومي والتصفح، هيدّيك أداء مُرضي جدًا، لكن هيكون أقوى معاك من سناب دراجون 685 اللي هو موجود في الA6X. حتى مع تردد الشاشة الأقل هيدّيك أداء أفضل في الألعاب، لإن هو أقوى يعني هو أقوى من سناب دراجون 685 على الإطلاق. خلاصة بقى المعالج والأداء، الG99 أفضل من سناب دراجون 685 في الألعاب، ومعاك الاتنين هيليو جي كأداء يومي. الاتنين الهيليو جي وسناب دراجون كأداء يومي وتصفح وسوشيال ميديا هيدوك أداء. لو أنت مش مهتم بالألعاب
فتقريبًا مش هيفرق معاك المعالج، لكن لو مهتم بالألعاب هاقول لك الA07 عشان هو فيه معالج Helio G99 وده أفضل في الألعاب من Snapdragon 685. أمّا بقى البطاريات والشحن، تعالَ أمّا نشوف إيه الفروق اللي بينهم. الOppo A6X بييجي ببطارية بسعة 6500 ملي أمبير مع سرعة شحن 25 واط، لكن خلّيني أقول لك على معلومة من خلال تجربتي، البطارية في الموبايل ده أدائها ممتاز، لكن عندي نقطة هاعلّق عليها وهي سرعة الشحن. عيب من عيوب الموبايل، الموبايل بيشحن من 0 ل100 في أكتر من ساعتين، بالنسبة لنا في 2026 دي مشكلة في سرعة الشحن، وبياخد وقت طويل كده بالنسبة لنا. أمّا بطارية السامسونج بتيجي بسعة 5000 ملي أمبير مع سرعة شحن 25 واط، والشاحن طبعًا مش موجود في العلبة. ما تنساش تقول لي هتختار أي بطارية فيهم وليه، علشان نفيد غيرنا في التعليقات. أمّا بقى كشبكات، الOppo A6X أقوى من الA07 وده مش ضعف في الجهاز، بس ده استخدام بروتوكول معيّن في الشبكات من شركة سامسونج، والبصمة في الجهازين في زرار الباور وأدائها كويس، والصوت في الجهازين مونو. لكن الكاميرات بقى هنا وهتلاقي في فرق كبير جدًا في الكاميرات، تعال أمّا نشوف إيه هو الفرق مع بعض. الأوبو A6X بيجي بكاميرا رئيسية 13 ميجا بكسل، بيصور معاك فيديوهات بدقة 1080 على 30 إطار في الثانية، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل. أما ال A07 بيجي بكاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل، وكاميرا تانية للعزل بدقة 2 ميجا بكسل، وهيصور معاك فيديوهات هيوصل معاك ل1080 لكن ب60 فريم في الثانية، وكاميرا أمامية ب8 ميجا بكسل. خلاصة الكاميرات لو مهتم بالتصوير هارشّح لك الA07 بدون أي أسباب، لإنه هو الأفضل ككاميرا، هو الأفضل في كاميرا للعزل، هو الأفضل في كاميرا السيلفي. لإن أنا بالنسبة لي في فيديو مراجعة الA6X كنت حاطط من عيوب الموبايل الكاميرا الأمامية أدائها غير مُرضي في الفئة السعرية دي. أمّا بقى زي ما أنا باقول لك لو أنت حابب الكاميرات وهتهتم بالتصوير، هاقول لك خلّيك في الA07. ويالّا بقى لمّا نشوف مميزات وعيوب كل جهاز، بس خلّينا نعرف الأسعار الأول علشان نقدر نحكم على الجهازين. وبالنسبة للأسعار، الأسعار دي وقت تصوير الفيديو، لإن في تغيرات بتحصل على الأسعار في الأيام دي. الOppo A6X متوفر منه نسختين، والنسختين ب4 رام، وبالنسبة لي برضه كانت دي عيب من عيوب الموبايل. 4 رام مع ذاكرة داخلية 64 ودي سعرها 6000 جنيه بما يعادل $127 تقريبًا. أمّا النسخة التانية وهي 4 رام مع ذاكرة داخلية 128 وسعرها 6800 جنيه بما يعادل $145 تقريبًا. وبالنسبة لي أنا عدم نزول نسخة 6 رام لأ، مش هتخلّي الموبايل ده ينافس مع الA07، لإن الA07 متوفر منه 4 و6 رام، متوفر سعر النسخة ال4 رام مع ذاكرة داخلية 64 جيجا ذاكرة داخلية 5000 جنيه بما يعادل $106 تقريبًا. أمّا النسخة ال4 رام مع ذاكرة داخلية 128 جيجا ب5800 جنيه مصري بما يعادل $123 تقريبًا. أمّا بقى النسخة الأفضل وهي ال6 رام، ودايمًا أنا بارشّح ما تقلّش عن 6 رام، نسخة ال6 رام مع ذاكرة داخلية 128 بسعر 7000 جنيه تقريبًا بما يعادل $149. السعر هنا لإننا بنتكلم عن السامسونج الأفضل، وأنا شايف إن نقطة السعر برضه هيفوز بيها السامسونج. أمّا بقى مميزات وعيوب كل جهاز، ودي مش مميزات مطلقة، بمعنى إيه، إن ممكن لو أنت بتسمع فيديو ليّا أنا مراجعة الOppo A6X أو الA07 تلاقيني قايل على حاجة إن هي عيب من عيوب الموبايل، بس هنا مثلًا خاصية الNFC الاتنين ما بيدعموش، فأنا بالنسبة لي ما ذكرتهاش لإن الاتنين متساويين فيها، لإن ده فيديو مقارنة مش مراجعة لكل جهاز. ولو حابب تشوف مراجعة الA07 والA6X هاسيبهم لك تحت في الوصف. خلاصة الأداء بقى، لو أنت هتختار حابب تلعب كتير وحابب شاشة أفضل وأداء كاميرات أفضل، يبقى الA07 هو بالنسبة لك هيكون الخيار الأفضل، وكسعر متوفر منه النسخة ال6 رام مش هتفرق كتير عن الOppo A6X. أمّا بقى لو أنت شخص شغال في مكان بتكون شبكته ضعيفة، الA07 مش هيكون هو الأفضل معاك، هيكون خيارك الA6X من شركة OPPO لإنه أقوى كشبكات، وبصراحة بطارية الA6X بتدّيك أداء مُرضي جدًا من خلال تجربة، مُرضي جدًا، جدًا، جدًا. بطارية الموبايل ده بصراحة جميلة. وفي النهاية لو قدرت أفيدك يا ريت ما تنساش لايكك أكيد دعم لينا، ولو لسه ما اشتركتش في القناة أو عندك أي استفسار سيبه لي في تعليق.